نونو سانتو يرفض رحيل ثنائي الاتحاد. حقيقة غياب رومارينيو أمام نادي النصر. قرار نهائي من مودريتش بعد عروض النصر والاتحاد. إحسان عبد الغني يكشف مفاجأة كبرى عن نجم الاتحاد. رفض البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد رحيل 2 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم مع موافقته على مغادرة لاعب آخر بشكل رسمي. سانتو تولى تدريب نادي الاتحاد في صيف عام 2022 لمدة موسمين مقابل 8 ملايين يورو أي 32.5 مليون ريال سعودي. ويحتل العميد الاتحادي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المتصدر. في هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي وليد عمر عن رفض نونو سانتو انضمام ثنائي مروان الصحفي وسويلم المنهالي لصفوف منتخب السعودية للشباب في المعسكر الإعدادي لكأس آسيا. وكشف عمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن أن سانتو سمح للحارس أسامة المرمش فقط بالانضمام إلى معسكر المنتخب. وعلى جانب آخر أكد النجم البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد على جاهزيته الكاملة للمشاركة أمام النصر في كأس السوبر السعودي. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن رومارينيو سيدخل التشكيل الأساسي للفريق الأول كرة القدم بنادي الاتحاد أمام النصر. جدير بالذكر أن العميد الاتحادي سيضرب موعدا ناريا أمام قلعة العالم ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي والذي يقام بمشاركة 4 أندية لأول مرة في التاريخ. حسم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مستقبله مع علم الساحرة المستديرة. مودريتش البالغ من العمر 37 سنة يلعب في صفوف ريال مدريد منذ العام 2012 عندما انتقل إليه قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي. وتلقى الأمير الكرواتي عروضا مغرية من النصر والاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع العملاق الإسباني. في هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي خوسيه لينيكو عن قرار رسمي من مودريتش بعدم تجديد عقده مع ريال مدريد. وأشار إلى أن لوكا مودريتش قرر خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية بعد 11 سنة كاملة مع الفريق المدريدي حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية. فجر إحسان عبد الغني أسطورة الكرة السعودية وناديي الهلال والنصر مفاجأة من العيار الثقيل عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد. الاتحاد يستعد لكلاسيكو ناري أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء الخميس القادم ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وفي دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 يحتل العميد الاتحادي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر. وأعلن عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عن غياب عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد عن الملاعب لمدة 15 يوما فقط رغم الإصابة المزعجة. وأشار أسطورة الكرة السعودية إلى أن العبود يعاني من واحدة من أكثر الإصابات التي تزعج الرياضي وهي الفتاق. وأوضح حسين عبد الغني أن الفتاق رغم أنها إصابة مزعجة إلا أن عمليتها بسيطة للغاية واللاعب لا يغيب بعدها إلا لمدة 15 يوما فقط. ونصح عبد الغني نجم نادي الاتحاد بإجراء العملية في أسرع وقت ممكن حتى لا تؤثر على أدائه داخل المستطيل الأخضر. أعلنت الجمعية العمومية في رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق وتعيين سعد اللذيذ نائبا للرئيس، فيما عين البريطاني غاري كوك صاحب التجربة الرياضية الدولية رئيسا تنفيذيا في الرابطة، علما بأن تولى من قبل منصب الرئيس التنفيذي في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 3 سنوات، كما عمل في نادي وغانا الإنجليزي وكذلك في شركة نايكي. وشغل اللذيذ أيضا منصب المدير التنفيذي للرابطة عام 2016 ثم عين وكيلا للشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة عامي 2015-2016 أيضا. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في العاصمة الرياض بحضور عبد العزيز العفالق رئيس الرابطة، فإن عضوية مجلس الإدارة ضمت إلى جانب غاري كوك السعودي عادل ملاوي والبريطاني بيتر هوتون ولمياء بن بهيان ممثلة عن اتحاد الكرة السعودي.
من جهته قال عبد العزيز العفارق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أن مشاكل النقل التلفزيوني التي يعاني منها الناقل التلفزيوني للدوري السعودي شبكة SSC يتم معالجتها حاليا، وأن هناك مساعي لتجاوز هذه الأخطاء في جودة النقل، خصوصا انقطاع البث أثناء المباريات الذي بدأ ملاحظا وبشكل كبير في الفترة الأخيرة. وتابع: لدينا ملاحظات كثيرة وسنحلها قريبا. وكشف العفارق أيضا أن الدوري السعودي يصل بثه التلفزيوني إلى نحو 120 دولة وبات مطلوبا وبشكل كبير في أسواق مختلفة. وشدد رئيس الرابطة على أن المرحلة المقبلة عبارة عن مسار استثماري بحت وكبير جدا، وهو السبب الذي جعلهم يقرون مجلسا إدارة جديدا ليصبح هناك استقلالية كاملة للمجلس في اتخاذ قراراته. وأشار إلى أن التعاقد مع كبار النجوم في الدوري السعودي من أهم المحفزات للفت أنظار الرعاة، وقريبا سيتم مشاهدة رعاة كبار في الدوري السعودي. وأوضح أن مسألة تحديد توقيت المباريات التي تواجه انتقادات لاذعة من الجماهير السعودية من اختصاص لجنة المسابقات، وهناك لوائح تضبط ذلك. ووسط مطالبات بتغيير التوزيعات المالية بعد تعاقد النصر مع رونالدو، أكد العفارق أن التوزيعات المالية لحقوق النقل التلفزيوني ستبقى كما هي في النظام الأساسي ولن تتغير بمجرد أن هناك ناديا لديه مشاهدات تلفزيونية أكثر من غيره. وأكد أن تحديد أسعار تذاكر المباريات التي تحولت إلى قضيات ذات جدل كبير مسؤولية الأندية وليست الرابطة. من ناحيته قال غاري كوك الرئيس التنفيذي للرابطة أنه يتطلع لبدء فوري في العمل بالرابطة لتحقيق الطموحات السعودية وجعلها قوة في كرة القدم العالمية. يعد غاري كوك من أشهر المديرين التنفيذيين في إنجلترا وأوروبا، حيث عمل من قبل مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية التي لا ترتبط فقط بكرة القدم بل في الألعاب والرياضات الأخرى، ليقدم نفسه كأحد العقول المبتكرة التي تهدف باستمرار إلى تطوير جوانب اللعب والعمل ضمن إطار مؤسسي يضمن النجاح والإنجاز في مختلف جوانب المنظومة. ويعرف عن غاري كوك أنه مدير تنفيذي رياضي بريطاني، حيث عمل من قبل مع نادي مانشستر سيتي بين عام 2008 وحتى عام 2011، بالإضافة إلى عمله مع شركة الملابس الرياضية الشهيرة نايكي ليحصل على شهرة عالمية في مجال الإدارة والتسويق الرياضي، جنبا لجنب مع عمله مع منظمة فنون القتال المختلطة من عام 2012 وحتى عام 2016.